لكل اللي بتحب صوابع زينب وبتخاف تعملها في البيت، خايفه تاخد الخطوه لحسن تفشل منها، او لو عملتيها قبل كده وفشلت منك، اتفرجي على الفيديو ده وان شاء الله تستفادي وهتعملي احلى صوابع زينب. مقرمشه جدا من بره وطريه ودايبه جدا جدا من جوه، مستويه حلوه قوي ولونها يا جماعه بيتكلم عن نفسه. ان شاء الله ان شاء الله هتعجبك جدا جدا لو جربتيها. يا ريت تحطي اللايك الجميل من ايدك، ولو اول مره بتشوفينا انا اسمي سعاد، ولو لسه ما اشتركتيش في القناه يا ريت تشتركي. يلا بينا نسمي الله ونبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجه هنبتدي بيها وهي الشربات، لان لازم الشربات معايا يكون بارد، فهبتدي بيه في الاول عشان اسيبه يبرد. هنا معايا كوبايتين من السكر بما يعادل 400 جرام، كوبايه ونص من الميه بما يعادل 300 جرام، والكوبايه يا جماعه هنا اللي بتعايروا بيها السكر هي اللي بتعايروا بيها الميه. تمام كده. معايا معلقه كبيره من العسل الجلوكوز بما يعادل 40 جرام، لو ما عندكيش تقدري تستغني عنه مفيش اي مشكله، بس هو بصراحه بيخلي الشربات ما يسكرش معايا خالص، فانا بحب بصراحه احطه في الشربات. هنا معايا عصره من عصير نص ليمونه، ومعايا كمان ذره كده من الفانيليا او ظرف من الفانيليا، بس دي فانيليا مركزه بصراحه فبحط منها شويه صغيرين، لو ما عندكيش وعندك الفانيليا العاديه تحطي ظرف من الفانيليا. هرفعه بقى على النار، في الاول النار بتكون عاليه. تمام كده. اول ما يسخن هبتدي بس ان انا ادوب السكر اللي في الجوانب كده من تحت بالراحه من غير ما السكر يطلع معايا فوق، وبعدين هسيبه يغلي، واول ما يبتدي يغلي ههدي النار واخليها وسط كده شويه، وهيقعد من بعد مده الغليان من 10 ل 12 دقيقه. من بعد الغليان يا جماعه احسبي من 10 ل 12 دقيقه واقفلي عليه. انا خليته غلي بالظبط 12 دقيقه وطفيت عليه. تمام كده. الشربات بقى هسيبه على النار، ويلا بينا نحضر صوابع زينب، نعمل العجينه بتاعتها. هنا معايا كوبايه من الدقيق بما يعادل 150 جرام، نص كوبايه من دقيق السميد بما يعادل 75 جرام، معايا هنا معلقه كبيره من النشا بما يعادل 10 جرام، وواحد جرام من الخميره، يعني ربع معلقه صغيره كده من الخميره، وظرف من الفانيليا او ذره كده لو الفانيليا بتاعتك مركزه، وذره ملح كده من ايدك، يعني حاجه بسيطه جدا جدا. تمام. وفي كمان نص معلقه من السكر بما يعادل 5 جرام، نص معلقه كبيره. هبتدي بقى ان انا ادوب كده المكونات اقلبهم مع بعض. هنا بقى معايا معلقه كبيره كده هرميه من السمنه بما يعادل 40 جرام، دوبتها لكن مش سخنه، يعني لو السمنه بتاعتك ماسكه شويه او جامده عشان احنا طبعا في الشتاء، فدوبيها كده على النار من غير ما تسخن منك، عشان طبعا تكون سهله معانا دلوقتي لما نيجي نقلبها في المكونات. هنا انا هبتدي ان انا ابس كده كل المكونات بالسمنه. مهم ان كل ذره في المكونات اللي معايا في الطبق او في البوله تتغلف بالسمنه كويس جدا. شايفين يا جماعه؟ لازم نتاكد ان السمنه دخلت تغلفت كل المكونات اللي معايا. بنفس الشكل كده. كده تمام جدا. دلوقتي بقى معايا نص كوبايه من الميه، نص كوبايه ناقص معلقه كده من ميه بما يعادل 78 جرام. هبتدي بقى انا احط الميه شويه بشويه، مش هحطها مره واحده، والميه هنا ممكن تزيد او تقل حسب نوع الدقيق، يعني ممكن تاخدي اكتر من النص كوبايه دي، وممكن كمان ما تاخديهاش كلها. لكن انا بصراحه الدقيق بتاعي احتاجت ازود كمان على النص كوبايه، زودت حوالي 3 معالق من الميه. هنا بقى يا جماعة العجينة بتاعت صوابع زينب بتكون عجينة متماسكة، ما بتكونش لينة خالص، يعني بتكون طرية لكن في نفس الوقت متماسكة، ما بتلزقش في ايدي خالص. هوريكم دلوقتي القوام المظبوط للعجينة هيكون عامل ازاي. طبعا هي العجينة دلوقتي لغاية معايا هي مفرولة خالص، ما لمتش على بعضها خالص، بصوا عاملة ازاي. فانا هرجع ازود شوية مية كمان. وطبعا طول ما احنا شغالين بننضف الطبق كده، لان ده كل ده من المقدار ده عجين بيبقى او دقيق بيبقى على جدار الطبق، فلازم ننزله في العجينة.
شايفين اهي ابتدت تتماسك معايا ازاي، بس برضو لسه كده صلبه في ايدي شويه، فحطيت حوالي معلقه كده كبيره من الميه وهتظبط لي العجينه جدا جدا. هوريكم بقى دلوقتي ازاي تختبروا العجينه ان هي كده خلاص تمام اتعجنت كويس وخدت كفايتها من الميه. طبعا دي ما بتتعجنش كتير زي المعجنات العاديه، يا دوب بس احنا كده بنلم العجينه لغايه ما تتظبط معايا وخلاص بنوقف عجن، لكن مش بنفضل نعجن فيها زي المعجنات العاديه. هلم بقى كده العجينه في ايدي وهناخد بقى قطعه منها عشان نشوف اذا كانت العجينه ناجحه معايا وتمام وخدت كفايتها من الميه ولا لسه. شايفين طريه ازاي، لكن في نفس الوقت متماسكه. هي شكلها يعني مش طريه خالص، لا هي طريه شويه بس برضو متماسكه. هناخد حته من العجينه نكورها كده في ايدينا ونبتدي ان احنا نبططها كده شويه، نرققها شويه وهنلفها زي رول كده. بصوا هلفها ازاي، لو اتشققت معايا من فوق يبقى العجينه محتاجه لسه شويه ميه، لو ما اتشققتش وكده وشها كده متساوي يبقى كده العجينه تمام وناجحه معايا جدا. وهنا كانت ما شاء الله تمام واتظبطت معايا خلاص. طبعا احنا حاطين ذره خميره صغيره، فاحنا مش هنخلي العجينه تخمر معايا، احنا هنغطيها ببلاستيك ستريتش وهنسيبها تستريح 5 دقايق فقط. تمام كده. هنا طبعا بعد ما عدى 5 دقايق هنحط بقى العجينه على الرخامه وهبططها كده شويه وهقسمها على جزئين. كل جزء هنشكله وهنقليه على طول، مش هنستنى نشكل العجينه كلها وبعدين نقليه، لا كل جزء هنشكله هنقليه على طول. لانك لو شكلتيها وسبتيها تقليها كلها مره واحده هتلاقيها يعني عليت معاكي، وهتحطيها في الزيت هتلاقيها نفخت كده جدا في الزيت. فاحنا مش عايزين نديها الفرصه ان هي تخمر بعد ما نشكلها، لا احنا هنشكل ونقلي على طول. هنا بقى لفيت العجينه زي رول كده وهبتدي ان انا اقطع الرول ده على قطع صغيره. القطعه كده قد عقله الصباع ووزنها بيكون حوالي 7 جرام. يعني عايزه وزن شكل حلو الصباع زينب ويكون متناسق كده، فالقطعه ما تزيدش عن 7 جرام. لو ما عندكيش ميزان هتعملي ايه، هتاخدي كده قطعه صغيره تبتدي انك تكوريها وتكون قد البليه. عارفه البليه بتاعت الولاد الصغيرين اللي كنا بنلعب بيها زمان، تكون اكبر منها بحاجه بسيطه جدا. هنقطع بقى الرول كله بنفس الشكل كده. وزن القطعه يا جماعه 7 جرام. هنبتدي بقى ان احنا كل القطعه اللي قطعناها نصبعها كده بالشكل ده، ما تكونش صوابع طويله قوي ورفيعه قوي. يعني شكل الصباع كده يكون متناسق شويه. هنصبع بقى كل القطع اللي احنا مقطعينها دي، هصبعهم بقى كلهم وارجع لكم تاني. بصوا بقى هنا يا جماعه انا كده صبعتهم كلهم. هنبتدي بقى احنا دلوقتي نشكل مصفى عاديه جدا من اللي موجوده في اي بيت، بس لو عندك القاع بتاع المصفى فتحاته واسعه اعملي عليه، بس انا كانت فتحاته ضيقه جدا فما كانش هيديني الشكل المظبوط. فهعملها كده على الجوانب. بناخد كده الصوابع اللي احنا مصبعينها دي ونبتدي ان احنا نبططها شويه، ما تعرضيهاش قوي عشان لو عرضتيها تلاقيها فتحت معاكي في الزيت وهتبقى مفروشه وشكلها مش هيكون ظريف. فانا بحبها بصراحه رقيقه شويه، فيعني ابتديت ان انا ارفعها كده شويه. وبرده هعمل لهم لان في عندي اللي بيحبها تخين وفي اللي بيحبها رقيق، فعملت تخين شويه وعملت رقيق شويه. انا بس كده رققتها هنا شويه وهبتدي ان انا ابرمها كده بالطريقه دي، والبرمه بتاعتها برضو نخليها مظبوطه. شايفين شكلها يا جماعه ما شاء الله حلوه جدا. هعمل بقى نص العجينه اللي انا مصبعه ده كله بنفس الطريقه كده، وهنصبعه هنعملهم كلهم بنفس الطريقه وبعدين هنقلي على طول. شايفين ما شاء الله شكلها حلو جدا ان شاء الله. هتعمليها وهتنجح معاكي، ولو يعني ما نجحتش معاكي قبل كده ان شاء الله بعد الفيديو ده هتنجح معاكي جدا. ومستنيه اسمع رايكم الحلو في الكومنتات. طبعا لو ما عندكيش المصفى دي تقدري تصبعي عندك على اي حاجه فيها فتحات كده في البيت، تحطيها على المبشره بتاعه البطاطس او بتاعه البصل. تقدري برضو انك تعملي عليها اي شكل عندك في البيت في فتحات، تقدري تعمليها تشكلي بيه عادي جدا. هنا بقى الكميه خلصناها بتاعه نص العجينه. هنبتدي بقى ان احنا نقلي على نار عاليه، زيت سخن جدا جدا. تمام.
احط صوابع زينب ولازم اتاكد ان الزيت سخن. بعد بقى ما انزلها كلها في الطاسه اهدي النار، هخليها كده وسط شويه، ما ينفعش نخليها يا جماعه على نار عاليه قوي لانها هتتحمر بسرعه جدا ومش هتكون استوت. بعد ما هننزلها في الزيت هنروح مهدين النار على طول. طبعا هي في الاول بتنزل لتحت وبعدين بقى بتبتدي ان هي تطلع لفوق كده، ما بتاخدش وقت خالص خالص في الزيت، يعني مش زي ما بتاخدش وقت زي الزلابية وزي الحاجات التانية اللي احنا بنقليها في الحلويات اللي بتتقلي يعني. فنخلي بالنا ونقف جنبها، ما نسيبهاش نروح في اي حته، لان هي بتتحمر بسرعه جدا. ومهم جدا اول ما تلاقيها كده ابتدت تاخد لون تبتدي انك تقلبي فيها كده وهي في الزيت، عشان كل اللي في الطاسه ياخدوا نفس اللون مره واحده، ما تلاقيش فيه غامق وفيه فاتح. شايفين يا جماعه هي فتحت شويه بس لان احنا مش عاملينها كبيره قوي، فبرضو ما فرشتش قوي. نبتدي بقى احنا نقلب فيها الجزء اللي خد لون نقلبه كده. بصوا ما شاء الله خدت لونها حلو جدا. هنقلب فيها كده عشان كلها تاخد نفس اللون زي ما قلت لكم. وطبعا اللون ده بتاع حضرتك، يعني حابه لون فاتح تمام، حابه تغمقيها براحتك. هنا اللون كان حلو جدا، ده كمان الاضاءه بتاعه التصوير كانت مفتحاه، لكن اللون كان ذهبي جدا وحلو قوي. فهبتدي ان انا اطلع بقى على الشربات على طول، وبعدين بنسيبها 5 دقايق في الشربات وبنبتدي ان احنا نطلعها على مصفى. شايفين يا جماعه الشربات ما شاء الله سمكه حلو جدا ولونه فاتح جدا جدا. بصوا بقى هنا شكلها خلاص بعد التقديم ما شاء الله حلو جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها. هوريكم دلوقتي شكلها من جوه عامل ازاي. بصوا الشكل الرقيق اللي انا عملته، وكمان عملت تخين شويه. هوريكم من دي ودي من جوه شكلهم عامل ازاي. دي اللي كانت تخينه شويه، شايفين ما شاء الله لونها حلو جدا جدا. لو حابه حضرتك تغمقيها عن كده براحتك جدا، بس انا بالنسبه لي اللون ده بصراحه مثالي جدا. بصوا بقى من جوه عامله ازاي. ده الرقيقه يا جماعه بصراحه بحبها كده رقيقه، برضو ليها قلب من جوه ما تقلقوش، وبتبقى مقرمشه جدا من بره وطريه بجد من جوه. بصوا دي التخينه قلبها طبعا من جوه اكتر شويه عن التانية. اعملي بقى الشكل اللي تفضليه، دي حاجه براحتك وترجعلك مفيش اي مشكله خالص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.